بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بحضراتكم. أسعد بلقائكم اليوم في حلقة جديدة من 30 عقدة الجربر في 30 يوم من رمضان. جالنا سؤال من أخ عزيز بيقول: أقوم بتعشيق ماركر 15 متر تقريبا، عاوز يعشق المقاسات قريبة من بعض، يعني لو تيشيرت يبقى الصدر قريب من الظهر، قريب من الكم والكوع نفس البندل، مش هلاقي الصدر في أول الفرشة والظهر في آخر الفرشة. طيب، عندنا اوبشن عظيم جدا في جدول الاكيونيست اللي هو اسمه سيكشن. احنا عملنا لكم ماركرين جهزناهم في الاكيو مارك. ماركر الريشيو بتاعه 1:1:1 من كل مقاس، يعني سمول ميديوم لارج 1:1:1. وماركر تاني قررنا فيه مقاسين، سمول 1 ميديوم 2 لارج 2 اكس لارج 1، عشان نعرف ازاي نسيستم البرنامج في ان هو يعشق بالشكل اللي انا عايزه. لما هاجي افتح الماركر ده كده وعايز ابعت ده الريشيو بتاعه متساوي 1:1:1:1. هقول له كليك يمين سند تو اكيونيست. القصه دي دايما بنشتغل بيها لما يكون عندنا في تلطيش في الالوان، في عندنا مشكله في الخام نفسه، فاحنا عايزين نتفادى القصه دي، فنقدر نتعامل معاها من خلال السكشن بتاع شيء الماركر. وبعت الماركر بتاعي على الاكيونيست، هيفتح معايا الجدول بتاع التعشيق. هنشوف مع بعض دلوقتي الطريقه اللي هنمشي بيها، ونشوف طريقه التعشيق بتاعت جيربر هتمشي معانا ازاي. لما فتح لي هنا عندي حاجة اسمها placement groups. طيب، خلينا نتكلم عنها ونشرحها باستفاضة. placement group section يعني قطاعات، ان انا هقسم الماركر ده قطاعات. تمام. جوه السكشن دي في عندي حاجة اسمها باي باندل وباي كاتيجوري وباي سايز وباي باندل جروب وفروم اكيو بلان. تحت القطاعات دي في عندي حاجة اسمها شيد زون. ايه الفرق ما بين السكشن وما بين الشيد زون؟ السكشن الاولانيه خالص دي بستخدمها لما يكون في عندي تلطيش في القماش بطول القماش، بطول النسيج. طيب، الشيد زون لما يكون عندي في تلطيش في القماش بعرض النسيج، بعرض القماش نفسه. فانت هتحدد الحاله اللي انت عايزها طبقا لوضع الخام اللي عندك، فتشوف التلطيش ده جاي بالطول ولا بالعرض، وبالتالي تبدا تحدد. طيب، لما يقول لي باي باندل اول واحد، واحنا بنشرح لزمايلنا في الكورس عندنا بنقول لهم البندل يعني حزمه او ربطه او مجموعه. يعني عشان البس تيشيرت مقاس لارج، التيشيرت ده عشان يكون قطعه ملبسيه تعلق على الشماعه ده بندل. ده قطعه مكونه من كم يمين وشمال، صدر وظهر، رب، مكونه من سجاف، جيب، حسب الموديل. في النهايه تجمع كل الاجزاء دي تبقى قطعه ملبسيه تعلق على الشماعه. طب لو قلت له باي باندل، هيعمل لي مقاس ميديم لوحده، مقاس لارج لوحده، مقاس اكس لارج لوحده. احيانا يجي حد يقول لي: يا باشمهندس، احنا عندنا في جيربر توجيزر لما بنعمل مراكر للعملاء، يقول لي اطبع لي ماركر عينات كل مقاس لوحده وانا هقص كل حته لوحدها. هنقص 5 مقاسات للجينز مثلا ونجرب الانكماشات ونشوف. استخدم بندل. جيربر هنا هيعشق لي كل مقاس لوحده. طيب، باي كاتيجوري. جوه جدول الموديل انا عندي كل قطعه عليها كاتيجوري، فالظهر عندي يمين وشمال، فلما اقول له باي كاتيجوري يجيب لي كل قطعه ليها نفس الكاتيجوري، زي الظهر جنب بعض، الصدرين جنب بعض، الكمين جنب بعض. ده باي كاتيجوري. باي سايز، لو انا مكرر بقى في الماركر التاني اللي هو ده، مكرر 1:2:2:1، هيجيب المقاسين دول مع بعض والمقاسين دول مع بعض في سكشن واحد. يبقى هنا الماركر الاولاني الريشيو بتاعي 1:1:1، قلت له بندل، هيعشق لي كل مقاس في سيكشن، في قطاع لوحده. هنا انا مكرر مقاسين في الريشيو بتاعي، 1 سمول 2 ميديوم 2 لارج، يجيب لي الاثنين ميديوم في سيكشن واحد، يجيب لي الاثنين لارج في سيكشن واحد. هنجرب دي وهنجرب دي. طيب، باي باندل جروب، لو انا عامل كذا باندل جروب مع بعض يقدر يجيبهم لي مع بعض، ما عنديش مشكله خالص. لو انا شغال من الاكيو بلان فاحنا تملي دايما بنشتغل يا بالسايز يا بالباندل. هنجرب دلوقتي نقول له باي باندل اوكي، وهقول له اوكي، ونشوف هو هيعشق معانا ازاي دلوقتي. لما قلت له باي باندل فتح لي بقى هنا اهو، اوكي كده. فهنا يقول لي انت عامل من مقاس 8:1 ومقاس 10، تمام كده، ومقاس 12، كل دي وحايد، فعشان كده جابهم لي في 5 سكاشن اهو. 1:1:1:1، اوكي تمام. طيب، هاجي هنا هقول له اوكي، انا ما عنديش مشكله خالص. ونيجي عندي اوفر رايد سمول بيسز سيكشن. انت عايز
إن أنا طبعًا أول حاجة ما قلناش عليها bump line between section، إن هو يعمل لي خط فاصل بين كل مقاس والتاني، كأنه بيقيم حدود بين كل مقاس والتاني، تمام كده؟ والّا هنا دي هتهدّر معايا شوية، والّا override small pieces إن أنت تسمح لي أعمل تداخل القطع الصغيرة في الفراغات ما بين المقاسات وبعض، أقول له 5 سنتي، 10 سنتي، 20 سنتي، 15 أهو مثلًا، أوكي كده؟ وهاقول له هنا أوكي. هيبدأ يفتح معايا التعشيق الأوتوماتيك، هالاقي بُصّوا أهو كل مقاس لوحده، كل لون لوحده، كل بندل لوحده. دي الطريقة الأولانية لو أنا عندي تلطيش في القماش. ييجي حد تاني يقول لي: "طيب يا باشمهندس المقاس بيستهلك قد إيه؟ متر ونُص مثلًا؟" أنا عندي تلطيشة بطول 3 متر عادي جدًا أقدر آخد سكشنين مع بعض. ما فيش مشكلة خالص، ودي أستفيد بيها أكتر في التكرارات، إن أنا مكرر مقاسين medium آخدهم في الmedium مع بعض، تمام كده؟ هاقول له هنا أوكي عشان وقت الحلقة. نرجع للmarker اللي بعده بقى، اللي هو أنا مكرر فيه مقاسات ratio 1:2:2:1 عامل مثلًا من مقاس 8 1، مقاس 10 2، مقاس 12 2، مقاس 14 1. هاجي أقول له send to Acuinist. وأنا جوّه جدول الAcuinist هاختار المرّة دي size، إن أنت يا جِربر هتعشّق بالsize في القطاعات في الsection بتاعك. هاقول له by size، تمام كده، ما عنديش مشكلة خالص، وهاقول له أوكي هيفتح لي الجدول بتاع السكاشن اللي هنشتغل عليها. فهاجي هنا بُصّوا بقى كده، أنا المفروض عندي الratio ده 6 مقاسات، فتح لي 4 سكاشن بس. قال لي أنت في section واحد هتاخد مقاس 8. و10 سكشنين مقاسين، و12 أوكي تمام، و14 واحد بس أوكي. هاعلّم على دي، وهنا هاقول له 15 أوكي. هابُص ألاقيه عشّق لي أول مقاس لوحده، والمقاسين اللي بعد كده مع بعض، والمقاسين اللي بعد كده مع بعض، وآخر مقاس لوحده. بُصّوا زي ما إحنا شايفين الفوشيا ده لوحده، المقاسين دول مع بعض مقاس 10 مع بعض، مقاس 12 مع بعض، 14 لوحده. ده الفرق ما بين الsize والbundle في حالة إذا كنت عايز أقرّب القطع مع بعض. بالتوفيق، شكرًا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.